هيأثر على الفرقتين ومين يعني بصراحة يعني لو اتكلمنا الأهلي مفيش حسين الشحات وبالعمري، يعني حسين الشحات موقوف وبالعمري طبعا الإصابة ضمة تقريبا أو عنده مزق، نتمنى له طبعا الشفاء. والجانب الآخر بيراميدز بقى، يعني بلا حدث ولا حاجة ولا حرج بقى الإصابات عنده بقى. غياب أحمد سامي، نفس الكلام، غياب مروان حمدي. يعني أحمد سامي بسبب الإنذار، نفس الكلام مروان حمدي إنذار التالت. كل دول عندهم خدوا الإنذار التالت. طبعا أحمد عاطف قطة نتمنى له الشفاء، اتصاب كسر في الأنف، نتمنى له الشفاء ويعود بسرعة للملاعب إن شاء الله. ونفس الكلام يعني معظم وفيستون مايلي، يعني لو كلمنا يعني مروان حمدي غايب. واحد يقول لي مروان حمدي ايه يا عم، ده فيستون مايلي بقى له فتره مش في حالته، حتى ما شفناه قدام الزمالك في المباراه الاخيره، ده مش في حالته. فيستون مايلي مش هو الاجريسيف على المرمى، مش هو اللي عنده شراسه، مش هو اللي بيهاجم، مش ده فيستون مايلي نهائي خالص. ولا في شراسه ولا في صلابه، مفيش الكلام ده خالص. ادي نقطه. النقطه الثانيه لازم نتكلم برضو فيها بالنسبه للنادي الاهلي. ناس كتيرة بتشكك وتقول لك الأهلي يا جماعة لحد هذه اللحظة البطولة لسه ما اتحسمتش، بطولة الدوري لسه في الملعب، طالما ما فيش فريق النقاط ومحدش يقدر يجيبها. لا، أنا عارف الفرق الخمس نقط دلوقتي، الزمالك 49، الأهلي 44، بيراميدز 44، حتى سيراميكا 43. يعني حتى بالنسبة سيراميكا بيتمنى أي حد من الأهلي من الأهلي وبيراميدز إن هو يفوز، عشان سيراميكا ممكن يخش التالت عشان يلعب كونفدرالية. فالمباراة بتاعت الاهلي وبيراميدز واللي زادت من صعوبتها اكتر ان بيراميدز جاي من خسارة، فيخسر ماتشين ورا بعض من الاهلي والزمالك هتبقى تقيلة، فدي زود من صعوبتها اكتر. نفس الكلام النادي الاهلي والجمهور، وقلب على المدرب والادارة، وازاي انت ما جبت الصفقات بشكل كويس.